ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فايش العيد وصل كده، العيد جه بقى. كل سنة وانتم طيبين وكلنا يا رب بخير. عاملين ايه؟ انا دينا ودي قناتي، اتمنى تكون بتعجبكم. هنعمل الفايش باسهل طريقة، الفايش الصعيدي الاصلي بخميرة اللبن والحمص والمحلب. هيطلع معاكم تحفة وحلو جدا. اتفرجوا معايا الفيديو للاخر، صدقوني هيعجبكم وهتستفادوا منه جدا. فايش يعني هيطلع معاكم خمران وحلو وهش وفي منتهى الجمال. عملناه قبل كده ودي تاني مرة نعمله بأسهل كمان من المرة اللي فاتت. بصوا هنا هنعمل الخميرة الأول. معانا برطمانين اهو. حطيت واحد، أول برطمان حطيت فيه هنا معلقة حمص مطحون، حمص المقلة. ده حمص المقلة مطحون، مش حمص الشام. وحطيت عليه برضو معلقة محلب كبيرة. في البرطمان الكبير بحط معلقة كبيرة، في البرطمان الصغير بحط نص معلقة. يبقى حطيت معلقة كبيرة حمص، معلقة كبيرة محلب، معلقة سكر. كل ده في البرطمان الكبير. البرطمان الصغير نص ونص نص. بعمل ليه برطمانين؟ هقولها تاني. عشان البرطمان الصغير يغير من البرطمان الكبير ويخمر. بعمل اتنين عشان مثلا واحد مخمرش ابقى ضمنت التاني خمر، بس هو باذن ربنا الاتنين يعني هيخمروا، فاهميني؟ فعشان كده بعمل اتنين اضمن. في الحاله دي انا ببقى بقى احط اللبن على النار هاديه جدا، وهسيبه يغلي وقت طويل، يغلي كويس جدا جدا اهو. بفضي واروح مقلبه بسرعه، تقليبه بسرعه جدا، وغطي البرطمانات. بحط كيس عشان بس احكم الغلق واغطي، لان اهم حاجه طالما البرطمان متغطي حلو الخميره هتخمر معاكي اهو. بتعملي بقى تجيبي كيس مثلا اسود وتحطيهم فيه عشان طبعا يحتفظ بالسخونيه. بعد كده بقى انا عاوزاكي تكلفتي الخميره دي تحطيها في شال، في دفايه، مهم تحطيها في مكان دافي جدا. بصوا كده، ده شكل الخميره لما بيخمر. بتلاقيها فصلت، عملت ميه تحت والخميره بقت فوق، هي كده فصلت. بتقعد معاكي حوالي 24 ساعه. لو وممكن تخمر قبل كده، ممكن على 16 ساعه على حسب، يعني انت ممكن من 16 ساعه تقدري تبصي عليها. لو ما خمرتش هتعملي ايه؟ هقولك برضو هتعملي ايه. ميه دافيه وتحطي فيها البرطمانات دي، طبعا برضو هي مقفوله. وقت مع التاني تفضل لحد ما هتلاقي خمرت معاكي. ده بديل انها تخمر بسرعه. يعني لو عدت 16 ساعه او اصبري عليها ال 24 ساعه ما لقيتيهاش خمرت، اعملي ايه؟ حطي معلش هاتي ميه دافيه وحطي فيها البرطمانات، هتخمر باذن ربنا. انا هنا عملت ايه؟ جبت حله فيها دقيق. طبعا مالكوش دعوه بكميه الدقيق اللي انا بعملها دي. انا عامله كميه كبيره، انا ده بيطلع معايا، ده بطلع اوردرات، فاهميني؟ ده شغل. لكن انا هقول لك معيار الكيلو دقيق. البرطمان اللي انت هتعمليه ده لو عملتي مثلا برطمان واحد ياخد ربع كيلو لبن، وهتخمر معاكي وتبقى حلوه جدا البرطمان الكبير ده. هتيجي بقى دلوقتي انت عاوزه تعملي مثلا كيلو دقيق، هتجيبي بدل الدقيق اللي انا حاطاه في الحله ده هتجيبي بس هو ربع كيلو دقيق، وتحطي عليه الخميره اللي بعد في البرطمان. بعد ما تخمر منك تحطيها، وتقومي حاطه وتحطي ميه دافيه. بس دي خميره الحله، ما تعمليش اكتر من كده. البرطمان بعد ما بيخمر معاكي تجيبي ربع كيلو دقيق وتحطيها فيه، تفضي عليه البرطمان وميه دافيه وتعجنيها. بس بتخلي قوامها كده، شايفين القوام؟ قوامها سايل عشان تخمر معاكي بسرعه، قوامها سايل اهي. دي كده خميره الحله، دي تاني خميره. تمام كده؟ انا كده بقول لكم اهو معيار الكيلو دقيق. تمام. هنغطيها بقى ونسيبها برضو، نغطيها حلو وندفيها بغطا كتير لحد ما تخمر معانا. طبعا هجيب لكم لما خمرت. بصوا هي كده خمرت، ملت الحله خالص. بصوا عامله فقاعات، ده اكبر دليل ان الخميره خمرت اهي. هنا بقى بنبقى بقى بنحضر الدقيق بتاعنا. هو بيبقى منخول، بس قبل الدقيق جبنا الطبق اللي هنعجن فيه، حاطين فيه. بصوا انا حطيت السكر، وهحط عليه اللبن، وهحط كركم، كل ده وانا بعجن العجينه. انا بقول لكم في الكيلو دي هتحطوا قد ايه. الكيلو دي هياخد منكم نص كوبايه سكر. لو عاوزه سكر واقل ممكن تحطي ربع كوبايه سكر. هو نص كوبايه هيبقى مظبوط، او يعني محلي سنه. لو عاوزه اقل حطي. حطي مثلا معلقتين 3 كبار كركم على حسب اللون، انت بتتحكمي في اللون. وكوبايه لبن. كيلو دي بياخد كوبايه لبن. تمام. هيحتاج تاني وانت بتعجني ممكن يحتاج ميه او لبن. عاوزه وانت بتعجني طبعا العجينه هي اللي بتحكم معانا. وانت بتعجني هتحتاجي لبن تاني، عاوزه تحطي هتحتاجي ميه تاني، ميه دافيه حطي. بس هو كيلو دي هياخد كوبايه لبن، نص كوبايه سكر او اقل شويه، معلقتين 3 كركم على حسب برضو انت اللي هتحكمي في اللون. دي اول حاجه اهو دوبناهم.
بعد كده هنحط ايه، بص انا كنت بزود حبه ميه تاني. بعد كده بعد ما بدوب دول بحط ايه الخميره اللي خمرت معانا في الحله اهو. طبعا انا قسمت الخميره دي على خميرتين، على عجنتين، بس انا هجيب معاكم عجنه واحده ان انا عامله كميه كبيره زي ما بقول لكم. بقلب، وبعد كده بقى ايه بحط الدقيق بتاعنا، بيبقى منخول طبعا. احنا عملنا في الحله قد ايه، ربع كيلو دي، يبقى اللي بقى هيتبقي معاكم ايه كيلو الا ربع دقيق. هتفضوه وتحطوا عليه اقل من نص معلقه كيك شيف، اقل من نص معلقه كيك شيف، وذره ملح، وتعجنه بس اهو. طبعا احنا عاوزين العجينه تبقى حلوه، ولا طريه ولا ناشفه. ليه؟ لان لسه هنضيف لها حاجات تاني. زي ما بقول لكم العجينه ما تحاولوش تطروا العجينه جامد، وهنعرف ايه السبب اهو. بصوا انا بعجن وبحاول ندور بعمل الدقيق خالص، بس انا عشان عامله كميه طبعا فبتاخد مني وقت ومجهود، فاهميني؟ بس انا طبعا مش جايبه الوقت ده كله في الفيديو، عشان وقت الفيديو طبعا ما يبقاش طويل اهو. انا كده بحاول اني اعجن علشان الدقيق كله يروح. على فكره هو حلو جدا وطريقته حلوه. وبصوا اهو لما بيحتاج ميه بحط ميه بالتدريج، شايفين؟ عشان انا مش عاوزه العجينه تطرى زياده عن اللزوم، انا عاوزه العجينه تلم معايا. المطلوب ان العجينه الدقيق كله يروح والعجينه تلم معايا، تبقى العجينه حلوه كده لمت، وهتلم تمسح الطبق، فاهميني؟ يعني اهم حاجه العجينه تلم معايا بس. صدقوني اعملوها يعجبكم. عارفين ده مع كوبايه اللبن الفطار الصبح، حاجه كده في منتهى بصراحه الجمال اهو. بص بقى العجينه لمت، عملنا ايه؟ جبنا سمنه سايحه وبقينا نحط. بص انا هقول لكم دي بيختلف من دقيق للتاني. انا يعني اقول لكم الدقيق اللي انا مثلا بستخدمه بياخد حوالي ايه كوبايه الا ربع سمنه، المج اللي هو العادي، مج الشاي العادي بتاعنا حوالي كوبايه الا ربع سمنه. في ممكن تاني دقيق ياخد كوبايه سمنه، في ممكن ياخد على حسب بقى، وعلى حسب برضو سمك العجينه اللي انت عملتيها في الاول. لو العجينه معاكي لمت وكانت حلوه ماسكه نفسها تاخد منك سمنه كتير، هيطلع بقى معاكي مقرمش وناعم وجميل وهش كده، وتقطميه عارفين كانكم بتقطموا بسكوت مش فايش، فاهمين قصدي؟ او بنزود السمنه بقى بالتدريج لحد ايه بقى، لحد ما العجينه معايا تلم. انا عاوزه العجينه بقى، بص هوريها لكم بتبقى طريه، يعني انا هوريكم العجينه بتبقى عامله ازاي. العجينه بتبقى طريه، بتاخدي قطعه كده في ايدك تعمليها صباع، تاخدي قطعه بتدوسي عليها بين ايديكي بتلاقيها طريه حلوه، فاهميني؟ اهو انا كده زي ما قلت لكم بسوي السمنه طبعا بتبقى دافيه. انا كل حاجه بستخدمها في العجين ده بتبقى دافيه، السمنه دافيه مش سخنه عشان ما تبوظش الخميره، حلوه دافيه ايديكي تتحملها. الميه نفس الكلام اللي عجبنا بيها في الاول اهو. بص كده العجينه خلاص معايا تمام كده، حلوه قوي. بصوا العجينه طريه ازاي، بين ايدي عماله اعملها، العجينه طريه وجميله، هو ده المطلوب. بس هنغطيها بقى ونسيبها تخمر براحتها، مش هنقول وقت للخمر. طبعا بصوا انتوا شوفوا بقى العجينه واصله في الطبق لحد فين، الطبق ده كبير بصوا يعني عشان تلاحظوا عشان لما يخمر هيبان. بصوا كده العجينه خمرت، طبعا انتوا شايفين هنا لونه اصفر بامانه هو بس طبعا الاضاءه بتختلف من مكان لمكان. يعني انا كنت الاول بصور في المطبخ، فاضاءه المطبخ طبعا ايه، فالاضاءه بتختلف على حسب المكان اللي بعجن فيه اللي بقطع فيه، فاهميني؟ بس اهو هنا بقى بعد ما خمر انا بقطع العجينه. هتاخدي قطعه عجينه قطعه تصبعيها بايديك بين ايديكي كده وتلفيها، هتتصبع معاكي بكل سهوله. حاولي ان انت ما تخليش العجينه تخينه قوي او الصباع عشان ما يتعبكيش في التحميص، يعني يتحمص معاكي بكل سهوله اهو. بصوا نعمل ايدينا سمنه وناخد قطعه ونلفها في ايدينا، هتبقى صباع حلو جدا، فاهميني؟ اهو بعد ما بنقطع خالص نملى الصاج، بنغطي بقى السيجان دي ونسيبها تخمر. يعني بتشوفوا معاكي بقى ان الصوابع خمرت، اتضاعف حجمها، فاهميني؟ هتلاقوها خمرت تمام. طبعا عشان انا شغاله وده شغل اوردرات، بصراحه انا نسيت اصور لما الصاج اتملى، جبت لكم بقى بعد ما الصاج ما خمر، فاهمين؟ هو كده خمر خلاص. يعني انا كده هبتدي اسوي. طبعا الكاميرا بعيده شويه فمش باين لكم قوي ان هو خمر، لكن انت هتشوفي بعينيك. يعني انت هتلاقي الصاج معاكي خمر، ابتدي سوي على طول تمام. ممكن يقعد ساعتين 3 4 على حسب الجو عندك، ان شاء الله 5 6 ساعات. المهم ان انت يخمر يتضاعف حجمه عشان ما يطلعش كبس، يطلع حلو وخمران. بصوا هنا بقى في التسويه، بصوا حاطه التسويه، بصوا مالها الصاج ازاي، بصوا لحد قرب سور الصاج ازاي، شايفين على ازاي وحلو اهو. كده لما الصاج خلاص خرجناه من الفرن، استوى يعني وخرجناه من الفرن، احنا بنحط ايه. انت بقى لو سويتي فرن البوتاجاز ينفع، سوي فرن البوتاجاز علي النار من تحت جامد لحد ما يستوي معاكي، يستوي كويس، وبعد كده شغلي له الشوايه وخلاص. على كده هتلاقيه استوى معاكي، بس هو نار لازم تبقى عليه. بصوا انا كده فصصته،
بمسكه حتى بصوا باين على الارض اهو في الجنب، وانا فصصته اهو. بدخله بقى على فرن هادي بقى يتحمص على الهادي خالص، فاهميني؟ طبعا عشان انا بعمل وبصور لوحدي، طبعا ما كنتش عارفه اجيب لكم وانا بفصص، بس انا جبت لكم هو متفصص اهو. وبتفضلي بقى تقلبي فيه، فاهميني؟ هتقلبوا فيه في الصاج. بصوا كده بقى بعد ما حمصت وخلصت، حمصي على الهادي خالص علشان يبقى حلو معاكي، يطلع ناشف، يطلع حلو. ممكن تهويه بعد كده شويه، لكن لو حمصتيه في الفرن مش هيحتاج يتهوى. وايه رايكم بقى في الفايش العيد بتاعنا؟ وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير يا رب. ولسه هننزل بقى حاجه العيد الجميله. انا عاوزه بقى كل اللي يجرب الفايش بتاعنا يقول لنا ايه رايه. ومع السلامه، اشوفكم على خير يا رب.